السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. الوصفة اليوم هي وصفة الشربات محبوبة الناس في مائدة رمضان. ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بخير. هي اليوم جبت شربات الموز، الوصفة تجارية جبتها من عند مول الصنعاء 100%. قبل ما نبداو الوصفة نصليو على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللي عجبو الفيديو يدعمني بجيم ويخلي لي كومنتار حلو كما هو. نبداو نقولوا بسم الله، نبداو بالوصفة. اول حاجه نجيبوا لتر ونص ماء نفروها في غيسيبيو، من الاحسن يكون زاج ولا اينوكس، ما نخدموش بالبلاستيك. نزيدو كاس سكر نقص اصبع، سعة الكاس 220 مليلتر. السكر ديما تبقى حسب الرغبه، اللي يحب ينقص ينقص، اللي يحب يزيد يزيد. نميكسيهم مليح حتى وين نحسوا السكر داب. نقدروا نستخدموا الطاس نورمال. نزيدو 50 غرام فلون لكو بانان، نزيد نميكسيهم هكاك دقيقتين. نزيد 2 ساشي لافاني، من الاحسن نخدموا هذه تاع الساشيات، هذيك تاع الميزان تجي قاطعه، ولا عندك تاع الميزان خدمي غير راس المغرف. حمض السيتريك، كاين المغرف تاع القهوه، كاين المغرف تاع لاتاي. نزيدو حنايا نديرو لها مغرف تاع اتاي حمض السيتريك، لازم نديرو حمض السيتريك. في جميع الوصفات التجاريه اللي نشريوهم برا يخدموا بحمض السيتريك. نميكسيهم حق 2 دقائق. نديرو مغرف تاع قهوه على باتاغوم بانان. حمض السيتريك درناه مغرف تاع اتاي هذيك الصغيره. دوك لي زيكستري نديرو مغرف تاع قهوه. هذا عطر الموز، نزيدو له مغرف قهوه عطر الموز. هذا لا باتاغوم سيترون، من الاحسن نخدموا بهذه لا كولور بلون، ما نخدموش بهذيك الصفراء، هذيك راح تبدل اللون وتبدل الذوق. نزيد نميكسيهم حق 2 دقائق. نديرو بواطه ياغورت ذوق البنان. اللي ما عندوش الياغورت يقدر يعوضها بنصف كاس حليب يكون بارد مليح. نزيد نميكسيهم مليح توجور حق 2 دقائق. السل اللي يديروا في المحلات باش يتحصلوا على هذيك الرغوه، نزيدوا مغرف اكل تاع لا كريم شونتيي، غبره الشونتيي. اللي ما حبش يتحصل على الرغوه نورمال يقدر يستغنى عليها، هي الدور تاعها برك نتحصلوا على هذيك الرغوه اللي تجينا من الفوق. هذا هو القوام اللي تحوصلنا عليه. اللي يحب يجي خفيف على هذا يقدر يزيد له الماء. نحطوه في الثلاجه حتى وقت التقديم. هذه هي الكمية اللي تحصلنا عليها. تحصلنا على أحلى وأبن شربات بذوق الموز مثل المحلات. اللي عجبوا الفيديو كما قلت لكم يدعمنا بجمو كومنتار حلو. هنا وصلنا إلى نهاية الوصفة، نتمنى تعجبكم وتجربوها وتخلي لي تعليقات، ونقولكم في أمان الله في وصفة جديدة بإذن الله تعالى.